وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم ميس ايه. ان شاء الله هنبدا مع بعض اول ليسون في جريد 4 وبيتكلم عن البيج نمبرز. طيب قبل ما نتكلم عن الفاميلي الجديده بتاعه البيج نمبرز عايزين نتكلم عن الديفرنس بين البليس فاليو والفاليو. طبعا هي دي حاجه واخدينها قبل كده، لكن احنا محتاجين بس نفكر الاولاد اللي ممكن يكون خدوا الاجازه كده ومش فاكرين. طيب هنا بيقول لي ده بليس فاليو اوف وبدأ يشاور لي على digits معينة، وهنا قال لي the value وهنا نفس النمبر. طيب عايزة بس نقرأ النمبر عشان لو انتم مش فاكرين. هنا دي family وهنا دي family. الفاميلي دي باباها اسمه 1000 وهنتكلم عن موضوع باباها ده. والفاميلي دي بيقولوا باباها اسمه once، بس احنا بنقول عليها ان باباها ان ملوش اب، بمعنى ان دي بنقرأ النمبر عادي جدا ونقول اسم باباها، لكن دي بنقرأ النمبر عادي جدا ولكن مش هنقول اسم باباها لانه ملوش اسم. يلا بينا نقرأ النمبر دوت ونقول 248,365. طب انا كده قرأته. عايزين نتكلم عن البليس فاليو والفاليو سريعا كده عشان نخش في البيج نمبر. يلا نقول البليس فاليو from right ones tens hundreds. هنا نفس الكلام ones tens hundreds. ايه ده ميس انت اتلخبطتي؟ لا ثواني، هنا دي 1000 10 thousands 100 thousands. انا هنا بعرفك الفرق ان هنا ones و tens و hundreds، وهنا نفس الكلام ones و tens و hundreds، ولكن باختصار ان احنا هنقول one ونقول اسم بابا 1000. يعني بدل ما نقول دي once ودي once، لا دي once بس دي 1000 10,000 100,000. طيب يبقى هنا بيتكلم عن ال6 فهنقول له tens، لكن هنا بيتكلم عن ال2 فهقول له اسمع 100. ايه ده 100 بس؟ لا 100,000 عشان باباها اسمه 1000. طيب لكن the value ونفس النمبر the value of 248,365 وبدأ يحط لي، طبعا لازم يشاور لي على digits معينة. فهنا برضو بيسألني عن 6. هنا في الفاليو لازم بنكتب النمبر اللي نطقناه، او بمعنى اصح النمبر فيه zeros. يعني هنا 6 وجنبها 0. ليه عملت جنبها 0؟ لو احنا هنقولها بطريقة سهلة من غير فهم، ان ال6 دي جنبها نمبر على اليمين نمبر واحد بس، فحطيت 0 واحد بس. طب لو احنا هنقولها بقى بالفهم، احنا ليه قلنا ال6 ديت ليه بقت 60؟ عشان لو تاخدوا بالكم احنا قرأنا النمبر 365، يبقى انا قرأت ال6 ايه 60، عشان كده كتبتها 60. اوكي. طب ال2 برضو لو احنا هنتكلم بطريقة الزيروز، يبقى احنا هنحط ال2 ونعد جنبها كام نمبر ونحط الزيروز. يعني لو انا نزلت ال2 وجنبها 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 it's easy. اوكي 1 2 3 نحط الكوما عشان نفرق بس ما بين الفاميلي دي والفاميلي دي. طيب لو احنا هنقولها بطريقه القراءه، يعني دي لو انتوا تاخدوا بالكم احنا قرأناها 248 يبقى قرأت ال2 200، بس دي 200 في عيله ال1000 بس مش في العيله العاديه، يبقى 200,000. يبقى انا كده عرفت الفرق ما بين البليس. تعالوا خدكوا بقى ونخش في الصميم واديكوا النمبر ده. طبعا انت اول ما شفت النمبر ده انت اتخضيت، ايه كل النمبر ده؟ انا هعرف اقرا النمبر ده؟ طيب خلينا نحكي القصه دي. ان احنا we have 3 sons in any family، بمعنى احنا عندنا عيله، العيله دي مكونه من 3 اخوات ones و tens و hundreds. ده اللي اتكلمت عليه من شويه، ان انا لو تاخدوا بالكم في كل حته بقول ones و tens و hundreds ones و tens و hundreds، هم دول ال3 اخوات. طيب تعالوا نشوف. احنا قلنا اول فاميلي دي اللي هي ملهاش اب، انا مش هقول ان هي اسمها باباها اسمه وانس لان احنا الوانس ما بنكتبوش، فهقول ان باباها ملوش اسم. اوكي يعني ملهاش اب. طيب الفاميلي اللي بعدها اسمها باباها اسمه، احنا قلنا ايه 1000. طيب ومعانا فاميلي جديدة بتقول انا بابا اسمه
مليون. ومعايا فاميلي كمان جديدة بتقول أنا بابا اسمه مليارد. طيب أنا عندي بابا اسمه مليارد، وعلى فكرة بابا اسمه مليارد وبيدلعوا يقولوا بليون. طيب أنا هقول بليون ولا أقول مليارد as you like؟ اوكي. طيب تعالوا كده نتكلم، بس انا مش هعرف اكتب عشان المكان بس. فاحنا برضو هنا هنقول هنا في بليس فاليو وهنا فاليو. احنا خلاص عرفنا الفرق ان البليس فاليو بنكتب وانس وتنس والكلام ده، ولكن الفاليو اللي فيها زيروز او اللي بننطقها بمعنى اصح. يلا كده ناخد اول حاجه معايا ويلا قولوا معايا. الفور دي احنا قلنا العيله اللي ملهاش اب. ايه ده ميس انتي نسيتي تقراي النمبر؟ طب تعالوا يلا بينا نقراه. كل اللي علينا هنقول الفاميلي ونقول باباها، نخش على الفاميلي اللي بعدها ونقولها ونقول باباها. طب تعالوا كده معايا. الفاميلي دي فيها ايه؟ 5. طب حد هيقولي هو النمبر ده مش المفروض يبقى فيه برضو 3 اخوات؟ فين يا ميس ال3 اخوات؟ بصوا هو ان جنرال المفروض يكون فيه 3 اخوات، ولكن احنا في جريد 4 يعني عشان انتوا صغننين فاكتفوا ببليس فاليو واحده بس في العيله دي. طيب العيله دي فيها نمبر 5 بس، فاحنا هنقول 5 بس. طب باباها اسمه ايه؟ مليارد، يبقى 5 مليارد. طيب 238 مليون، 192,604. تاني again 5 مليار 238 مليون 192,604. ده بالنسبة لقراءته. على فكرة احنا هندرس ده كويس جدا السيشنز الجاية. طيب بالنسبه للبليس فاليو هو ده اللي بيتكلم عنه الليسن دوت، ان هو بيبدا يقول لك البليس فاليو بتاعت نمبر 4 ايه. طيب احنا اتفقنا ان احنا اي عيله فيها وانس وتنس وهندرز يبقى الفور ديت ايه؟ وانس عاديه. طب باباها اسمه ايه؟ احنا قلنا ملوش اب، يبقى احنا هنا نقول ايه؟ وانس بس، يبقى الفور دي وانس. طيب الزيرو انا بس كتبت اختصار يعني بدل وانس كتبت او. طيب الزيرو تنس. طب والسكس hundreds. اوكي. طب ال2 once برضو بس في عيلة الثاوزند، فهقول once او 1000. انا كاتبه بس abbreviation يعني اختصار بس كده بحيث ان احنا ايه مش عارفه اكتب. ف 1000. وعلى فكره في ناس بتقول thousands بس. اوكي. طب 9 10 thousands. بلاش اكتب. انا رأيي كده برضه. هنا ال9 هتبقى 10 thousands. طب وال1 هتبقى 100 thousands. طب ميس ينفع ما اكتبش برضه تنس او 100؟ لا طبعا احنا بس في ال 1000 بس ممكن نكتبها thousands عشان ده اول ولد يعني. فهتبقى 1000 10 thousands 100 thousands. طب مين الشاطر يقول معايا الآية الجديدة؟ هي بالظبط يعني 1 مليون 10 مليون 100 مليون. طب هنا 1 مليارد، يبقى تاني ones tens hundreds 1000 or thousands بس 10,000 100,000 1 million or millions بس 10 million 100 million 1 milliards or milliards بس. اتمنى ان احنا نكون عرفنا نكتبهم ازاي. طيب the value احنا اتفقنا ان هي الموضوع كله عبارة عن زيروز بس، بمعنى والله الفور دي هي 4 ومفيش جنبها اي نمبر فهو 4 بس. طيب الزيرو والله هنا بقى عشان بس محدش يجي يقول لي هكتب 10 مثلا، لا طبعا احنا بنكتب النمبر والمفروض جنبه نمبر تاني اللي هو ديجيت واحد يعني، فبكتب زيرو جنب واحد بس هكتب زيرو يعني ايه.
فهنكتب 0 بس. هو الزيرو دايما الفاليو بتاعته 0، لكن البليس فاليو بتاعته بتبقى ones or tens or hundreds وهكذا، وهناخد ده برضو بعدين. طيب ال6 6 اهي، وجنبها كام ديجيت؟ 2 digits، يبقى جنبها 2 zeros 600، وفعلا هي 600. طيب ال2 هكتب ال2 جنبها كام ديجيت؟ 1 2 3 1 2 3 يعني 2000. طيب ال9 جنبها 1 2 3 4 1 2 3 4. طبعا انا بحط الكوما عشان افصل ما بين الفاميلي والفاميلي. وال1 هكتب ال1 جنبها كام زيرو؟ يعني كام ديجيت؟ تعالوا نعد 1 2 3 4 5 then 5 zeros 1. كده يا حلوين نكون خلصنا اول لسن معانا، واشوفكم على خير باذن الله السيشن الجاي. جود باي.